انتظرونا وعودة قوية في موسم جديد وبرنامج جديد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج كنوز الأرض على قناة وموقع فيتو عربي. البرنامج بيتكلم عن التاريخ والأساطير التاريخية. في البداية أحب أوضح لكم أعزائي المشاهدين أن أسطورة إنهارده من أقوى الأساطير المصرية في التاريخ المصري. الإلهي ست بس. قبل ما ندخل في تفاصيل القصة، كان زمان فيه ملحوظه. كان فيه بعض العلماء وضحوا أن اعتقاد القدماء المصريين في الموت بيمر ب7 مراحل، لكل مرحلة اختبار. لو نجح المتوفي فالاختبارات يعاد للحياة مرة أخرى، لو ما نجحش بيرجعش للحياة مرة تانية. في الأساطير المصرية القديمة يعتبر 6 إله الصحراء والعواصف والفوضى. جوانب قصته: أصوله ونشأته. نجمة هو ابن جبو إله الأرض، ونوت إلهة السماء. نجمة أخو أوزوريس وإيزيس ونفتيس. نجمة يمثل قوى الفوضى والاضطراب التي تهدد النظام الكوني. الصراع مع أوزوريس. نجمة تعد قصة صراعه مع أخيه أوزوريس من أشهر الأساطير المصرية. نجمة وفقا للأسطورة كان ست يغار من قوة أوزوريس وشعبيته، فاضطر مكيدة لقتله. نجمة قام ست بتقطيع جسد أوزوريس وتوزيعه في أنحاء مصر. نجمة قامت إيزيس بجمع أشلاء زوجها أوزوريس بمساعدة أختها نفتيس. الصراع مع حورس. نجمة بعد أن أنجبت إيزيس حورس ابن أوزوريس، سعى حورس للانتقام لأبيه واستعادة عرشه. نجمة دارت معارك طويلة وشرسة بين ست وحورس، انتهت بانتصار حورس واستعادته للعرش. نجمة في بعض الروايات تم تقسيم مملكة مصر بين حورس وست، حيث حكم حورس مملكة مصر العليا وحكم ست مملكة مصر السفلى. نجمة في النهاية تم اعتبار حورس منتصرا على ست، صفاته ورموزه. نجمة يصور ست برأس حيوان غريب يجمع بين صفات عدة حيوانات غير معروفة. نجمة يرمز إلى القوة والعنف والفوضى. نجمة يرتبط بالصحراء والعواصف والرعد. تطور صورته: نجمة تطورت صورة ست عبر التاريخ المصري القديم. نجمة في بعض العصور كان يعبد كإله قوي ومهم، وفي عصور أخرى كان ينظر إليه كإله شرير ومخيف. نجمة في بعض العصور كان ست رمزا للقوة والسلطة وملكا قويا. تأثيره: نجمة ترك ست بصمة واضحة في الأساطير المصرية القديمة. نجمة تعد قصته رمزا للصراع بين الخير والشر والنظام والفوضى. نجمة كانت عبادته منتشرة في مناطق مختلفة. لو عجبك الفيديو دوس لأيك، ولو عندك فكره عن التاريخ المصري حاب تقدمها ابعتلنا على الصفحة الرسمية وهنرد عليك، والحلقة هتنزل بفكرتك على قناة وموقع فيتو عربي. استنوني فحلقه جديده وكنوز الأرض. أشوفكم على خير. قناة وموقع فيتو عربي، وأخبار حصرية والاستمتاع بالأخبار على مدار 24 ساعة. تابعونا أيضا على فيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التويتر. رئيس مجلس إدارة فيتو عربي الإعلام حسن شقوير.